السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعين قناة شمس. النهاردة مش جاية اقولك منيو الاسبوع، ولا جاية اقولك وفري كام جنيه. انا جاية اقولك ازاي تفتحي ابواب البركة ببيتك. كتير مننا بيقول الفلوس بتطير، المرتب بيخلص في يومين. طب تعالي النهاردة نرجع سر زمان اللي كان بيخلي بيوت اهالينا مستورة ومفتوحة بالخير رغم انهم ما كانوش اغنياء. عارفين يعني ايه بركة؟ يعني دخل قليل بس بيكفي ويفيض، يعني عيل هادي، يعني صحة في بدنك، يعني راحة بال. البركة دي جند من جنود ربنا، لو دخلت بيت خلت القليل كتير، ولو خرجت من بيت مهما كان فيه ملايين أصحابه بيحسوا بضيق وبقهر. كان في ست زمان كل ما حد يدخل بيتها يلاقيه مليان خير، واكلها طعمه يرد الروح، رغم ان جوزها كان على قد حاله جدا. لما سألوها بتعملي ايه، قالت لهم انا عمري ما حطيت ايدي في حاجة الا وقلت بسم الله، وعمري ما طبخت طبخة الا وطلعت منها طبق صغير لجار غلبان او قطة في الشارع. انا بتاجر مع ربنا والربح عنده ملوش حدود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها. اصحي بدري، افتحي الشبابيك، شغلي سورة البقرة واستقبلي الرزق. شغل البيت والطبخ الصبح فيه بركة مش موجودة في باقي اليوم. التسمية، كل كلمة بسم الله قبل ما تفتحي الشنطة وقبل ما تحط السمنة في الحلة. الكلمة دي بتطرد الشيطان اللي بياكل معانا وبياخد من رزقنا. صدقة الخفاء، لو معاكي 100 جنيه بس طلعي منها 5 جنيه بنية دفع البلاء والبركة، والله ال95 الباقية هيكون فيها خير أكتر من 100 كاملة. بلاش شكوى، الست اللي طول النهار تشتكي مفيش فلوس، الفلوس خلصت، عيشتنا صعبة، الرزق بيهرب منها. قولي الحمد لله مستورة، ربنا يزيدك من فضله. يا رب بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم اجعل بيوتنا عامرة بذكرك ومستورة بسترك الجميل، ولا تحوجنا لغيرك أبدا. يا جماعة الرزق مش بس ورق بنكنوت، الرزق رضا. لو رضيتي باللي في ايدك ربنا هيدهشك بعطائه. ارفعوا ايديكم معايا لعلها ساعة إجابة. اللهم يا رزاق يا كريم، يا من ترزق النملة في جحرها والطير في سماها، ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا. اللهم بارك لنا في القليل حتى يكثر، وبارك لنا في الكثير حتى ينفع. يا رب بارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في بيوتنا، واجعل الستر غطاءنا والرضا زادنا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الحال ومن ديون الأثقال ومن قهر الرجال. اللهم اجعل بيوتنا بيوت بركة لا يدخلها حاسد ولا يخرج منها محتاج. يا رب وسع أرزاقنا واقض ديوننا واكبر كسرنا. اللهم كما بلغتنا شعبان بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال، مستورين مجبورين ومن رزقك الواسع غانمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين يا رب العالمين. يا رب يكون كلام النهاردة وصل لقلوبكم قبل ودانكم، ويكون سبب في ان البركة تفتح ابوابها في بيوتنا كلنا. افتكروا دايما ان الرزق مش بس فلوس، الرزق ضحكة صافية وستر من ربنا ولقمة هنية بتجمعنا مع اللي بنحبهم واحنا راضيين. لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك علشان عيلتنا تكبر بيكم، واكتبولي في التعليقات ايه اكتر حاجة بتعملوها وبتحسوا انها بتجيب البركة في بيتكم. خلونا نتعلم من بعض. كانت معاكم شمس، استنوني في حكاية جديدة وحلقة جديدة من منوعات وحكايات مع شمس. أسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.